أطلقت مختلف مصالح الأمن وبالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني في ولاية خنشلة حملة تحسيسية مشتركة واسعة لحث الشباب على الالتحاق بمعاهد التكوين المهني والتمهين. التغطية لطارق مامن. التحضيرات الخاصة بدورة أكتوبر اللي هي تشرف على نهايتها فيما يخص التسجيلات. نحن اليوم متواجدين بمركز التكوين المهني والتمهين الشهيد مسعود حسيني بخنشلة 3 بعاصمة الولاية خنشلة من أجل انطلاق قافلة إعلامية تهدف أولا إلى التحسيس والتعريف بمختلف التخصصات اللي مبرمجة لهذه الدورة. يأتي هذا بالتنسيق مع كل المصالح الأمنية وكذلك إقليم فرقة الدرك الوطني من أجل التعريف بكل التخصصات. اليوم كحضور حملة تحسسية مع التكوين للإرشاد للشباب وتوعيتهم مهما كان أنه ما كانش دور في المؤسسة التعليمية كاين دور في التكوين المهني. ممكن أنه ينطلق من التكوين المهني وممكن يوصل لأبعاد بعيدة. يعني هذه فرصة ندعو جميع الشباب وخاصة الشباب يعني الصغير أنه ينقذ روحه بهذا التكوين المهني، خير ما يكون فريسة للشارع وأنه يكون فريسة أنه خاصة الآفات الاجتماعية تاع المخدرات. هذه هي اللي حنا مديرية التكوين المهني تحب جميع الشباب أنهم يتوجهوا لمراكز التكوين المهني سواء ولائيا أو في البلدية، أنهم يشاركوا في التكوين المهني وأنهم يقراوا باش ينقذوا رواحهم من الضياع.